خالد من قناة خالد لد. فيديو اليوم مشروب جديد بس مو مثل المشروب اللي قبل يعني غازيات وكذا، لا هذا عصير معروف واسمه عرق. طبعا اخذت الطريقة من واحد مصري يسويه في الكويت، هو اشترى عصير يعني اساسا بالكويت، والحين بعلمكم كيف تسوونه بالبيت وبطريقة سهلة جدا. فبس الحين بخليكم مع المقادير بعدين نسويه مع بعض. بسم الله. مثل ما شفتوا المقادير: حليب، ملعقتين سكر، وموز حبة أو حبة ونص على حسب اللي بتسوي كاس كاسين. أنا بسوي كاسين فحطيت موزة ونص. فراولة مثلج حط كوب تقريبا، يعني جيب كاس وحط فراولة فيه. ومانجا حط يعني براحتك، تحط مثلج أو عادي، فأنا ما لقيت إلا مثلج جبت مثلج. وصح آيس كريم فانيليا سادة. بس يعني هذه المقادير جدا سهلة. والثلج اللي حطيناه في الخلاط تو على حسب، إذا تبي العصير يصير خفيف حط ثلج زيادة، إذا تبي ثقيل حط ثلج يعني شوي. تحط الفواكه في الخلاط مع الملعقتين سكر وحليب كمية بسيطة يمكن نص كوب. فيلا بسم الله. الحين راح نحط الفواكه بالخلاط. وملعقتين سكر. ما يصلح تخلطونهم كذا على طول، لازم تحطون حليب معهم عشان يقدرون يعني يخلطون. فتقريبا نص كوب كذا واكثر عشان مكوناتها حطيتهم كثير. والايس كريم على حسب مقدار اللي تحطه راح يخليه ثقيل او خفيف. فراح احط كورتين او 3. فكل شيء من المقادير ترى مهم، يعني ما تقدر تقول بسوي العصير بس مثلا ما نجيب ايس كريم راح يطلع لك الطعم غير تماما. كذا نكون خلصنا كل شيء حطيناه بالخلاط، كل اللي عليك انك تضغط الزر وتخلط بس. طيب يبدو انه لازم نكثر ثلج شوي، حبة او حبتين. وبس كذا نكون نخلط العصير. والحين راح احطه بكاس. ترى هذا كاس ملمبة بس يعني كذا شكله. ترى يعني اسمه على طعمه او على قلب. كذا يكون الشكل النهائي. كل اللي عليك انك تشرب وتستمتع بالطعم وبس. كذا راح يكون الشكل النهائي. واذا سويته بالعافية ترى جدا جدا لذيذ، يعني لا تفوتك فرصة التجربة. ما ادري شو اقول بس جربوا بنفسكم. لا تنسى تسوي لايك واشتراك إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم.